السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم انجي سكين، ودي قناة ان شاء الله. النهاردة هنعمل صينية اوراق فراخ محشية تحت الجلد مع البسلة والجزر، بصل مفروم ناعم، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، كزبرة وشبت، فلفل اخضر مفروم ناعم حار، فلفل اخضر مقطعاه، جزر مبشور متفرز. هبدأ اخلط كل المكونات. بعد كده بضيف لها معلقة كبيرة من بهارات ماما ومعلقة صغيرة من الملح، دايما الملح عندي بيكون قليل في الاكل. بعد كده معلقة كبيرة صويا صوص، معلقة كبيرة من الزيت، ومعلقة كبيرة من الخل. وبخلط كل المكونات دي لحد ما بننزل العصارة الموجودة في الخضروات. هنا بحشي ما بين الجلد واللحم، واللحم عاملة فيه فتحات بحشي فيها كل الحاجات دي بالشكل ده. بعد كده بضيف كوباية عصير طماطم مسبكة وبسلة وجزر متفرزين، وابدأ اخلط كل المكونات واضيف نص كوباية من المية. وبعد كده بغطيها ادخلها على الرف الاوسط. مجرد ما بتغلي على درجة حرارة عالية، مجرد ما بتغلي بهدي عليها النار واسيبها تستوي مع نفسها. بعد كده بنديلها وش من فوق. الوصفة دي منقذة جدا لو حد مستعجل، وممكن ان هي تتبل من غير الخضار بالشكل ده. اهم حاجة ان احنا بنحكم الاغلاق بتاعها بالشكل ده. وهنا ده التقديم بتاعها.